بيبدأ المسلسل مع سيون اللي بيكون وحيد ومنطوي في مدرسته، لكن دايما بيطلع الأول ومتفوق على كل زمايله، على عكس بقى جون زميله في الفصل واللي بيكون متنمر وعمال يتنمر على كل الولاد اللي هناك. وفي يوم بقى بيكون وراهم امتحان وابننا بيطلع الأول كالعادة وبياخد شهادة من المدرسة، أما جون بقى فبيطلع التاني، فبيكون بقى متغاظ جدا من ابننا وبياخد من حد من زمايله الجزمة بتاعته وبيضرب ابننا بيها. فسيون بقى بيقول له طب خلي بالك بقى المرة الجاية، فبيقول له هو أنت بتقول لي خلي بالي ليه؟ أنت فاكرني اللي أنا عملته ده كان حادثة يعني؟ أنا ضربك وقاصد. فابننا بقى بيقول له بقول لك إيه، حل عني دلوقتي وراح احفظ لك كام كلمه انجليزي ينفعوه. بس بقى في الوقت دوت بيخش شويه شباب من فرقه البيسبول وبيكونوا بيدوروا على واحد اسمه سوهو، هو بيظهر بقى معانا ابننا سوهو اللي بيقول لهم انتوا عايزين مني ايه. واحد من الفرقه بيقول له انت بتغازل البنت بتاعتي ليه؟ فسوهو بيقول له قول لي كده اسمها، اصلا مش فاكر كام بنت معجبه بيا. فالتاني بيقول له دي اسمها سون، ايه هتعمل نفسك مش فاكرها؟ فابننا بيقول له انا افتكرت البنت دي هي اللي بتجري ورايا في كل مكان، وانا الصراحه بقى ما رضيتش اكسفها ورحت كلت معاها، ايوه بس هي مش نوع المفضل يعني. فلما بقى هم بيسمعوا الكلام ده بيكونوا رايحين علشان يضربوه، لكن ابننا بقى بيقوم معاهم بالواجب. فبعد بقى ما بيخلص عليهم كلهم بيقولوا بص خد الباقي منك كده وامشي، وبيلاقي شويه اقلمه من بتاعه سيون واقعه، فبيقول له هو انا اللي عملت كده؟ فسيون بيقول له فبيشيل له الحاجه وبيقول له انا اسف. وسيون بقى بيكون مش طايقه وبيقول له هو انتوا جايين تتخانقوا في الفصل ليه؟ بنشوف بقى سيون بعد ما بيروح البيت وبيلاقي ان باباه بيتكلم في التليفون وبيقول ان هو هيسيب البيت اسبوعين ويروح المعسكر، وان كمان المدرسه اتصلت بيه وعرف اللي هو خد المركز الاول في الرياضيات كالعاده، وبياخد من سيون الشهاده وبيقول له انت عارف ان انا عايش عشان اللحظه دي. وسيون بيقول له انا عارف ايوه، وبيمشي وبيسيبه وهو متضايق كده. وبابا بقى بيخش عليه الاوضه بيلاقي ان هو بيذاكر رياضيات اونلاين مع مدرسه، فبيقول له هو انتوا لسه على تواصل؟ فبيقول له لا انا بذاكر بس. وبنعرف ان المدرسه ديت اصلا هي ام بطلنا. تاني يوم بقى هو داخل المدرسه بيلاقي ان سوهو اصلا نايم في الفصل، فبيقعد في الفصل وبيجي يفتح الشنطه بتاعته بيلاقي ان هم سرقوا منه الهدوم بتاعه الرياضه بتاعته، وبيفضلوا يتريقوا عليه شويه ويقولوا انت طالع منك حاجه ولا ايه. وفي حصه الرياضه بقى بنلاقي ان ابننا سوهو عمال يجري وسبقهم كلهم، اما سيون فبيكون اخر واحد ومش قادر يجري اصلا. فالعيال بقى بيكونوا عمالين يضحكوا عليه وبيتنمروا عليه عشان مش عارف يجري، فسوهو بقى بيتعصب وبيرمي الجزمه بتاعته وبيخلي واحد منهم يروح يجيبها له. وجون بقى واصحابه هم قاعدين في اوضه تغيير الملابس بيكونوا عمالين يجيبوا لسه في سيره ابننا وعمالين يضحكوا عليه، بس بقى بيلاقوا له هو في وشهم وبيقول لهم بقول لكم ايه، انا بقول لكم بادب كده بعدوا عني. فجون بيقول له ايه انا مش سامعك انت بتقول ايه؟ فبيقول انا قلت اللي عندي، وبيجي عشان يمشي بيلاقي اللي هم مسكوه هيضربوه، بس الحمد لله المدرس بيخش في الوقت المناسب بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه. فجون بقى بيقول لابننا بقول لك ايه، قول لهم كده اللي احنا كنا بنهزر عشان عايزين نخش الجامعه. وفعلا المدرس بيمشي بعد ما سيون بيقول ان هم كانوا بيهزروا معاه عادي جدا. سيون بقى وهو عايش الحياه الوحيده والكئيبه بتاعته بيلاقي ان جرس الباب بيرن وبيفتح بيلاقي ان هو سوهو وهو شغال دلوقتي عامل توصيل بس جايب الطلبيه للمكان الغلط. ولما بقى سوهو بيلاقي ان دي شقه سيون فبيقول له بقول لك ايه، دخلني كده عشان انا عطشان، لو مت دلوقتي او اغمى عليا من العطش هيحصل ايه؟ اكيد كل ده هيكون بسببك انت. وسيون بقى لسه بيصب له فبياخد هو الازازه وبيشرب منها، فسيون بقى بيكون متعصب منه قوي ومش عارف ايه الولد ده دخل حياته ولخبطه. وسوهو بيقول له بقول لك ايه، روق كده وانا بكره هجيب لك 3 ازايز تشربهم براحتك. تاني يوم بقى بيتنقل عندهم في الفصل ولد جديد اسمه سوك من مدرسه بتاعه الناس الاغنياء، فشله المتنمرين بقى بيكونوا رايحين عشان يحفلوا عليه ولسه بيكلموه بيقول له بقول لك ايه، احنا عارفين ولد هناك مشهور جدا في المدرسه اللي انت كنت فيها اسمه جيون عارفه؟ لكن سوك بيقول له لا انا ما اعرفوش. فهم اول ما بيسمعوا الكلام دوت بيكونوا عايزين بقى يتنمروا على ابننا، لكن بقى في الوقت دوت سيون بيجي وبيقوم جون من على الكرسي بتاعه، وبيكون جون وسيون لسه يخشوا مع بعض خناقه، لكن سوهو بقى بيصحى وبيقول لهم بقول لكم ايه، مش كل يوم هتوجعوا دماغي انا عايزه انام شويه. بنشوف بقى شله المتنمرين وهم قاعدين في مالها ليلي بس بيكونوا قاعدين مع طلاب تانيين اغنياء، وبيجيبوا بقى سيره سيون وبيقول اللي هو الايام دي بيتصرف بغرابه وبجنون كده، وان كل ما نبص له نلاقيه اللي هو بص لنا وعمال يبحلق فينا، وان الامتحانات بقى قربت وعايزين بقى نكسر الولد ده بس مش عارفين نكسره خالص، وابننا اصلا مش فاضلهم ولا حطهم في دماغه وقاعد بيذاكر. بس بقى في الوقت دوت بيخش عليهم ديلر وهو جايب لهم شويه حاجات كده عشان يتسلوا فيها، وبياخد منهم الفلوس وبيكون لسه هيمشي، لكن بقى جون بيروح وراه وبيكلمه وبيقول له ان عمتي بتسال عليك وان انت لغايه دلوقتي لسه ما رجعتش البيت. فالديلر بيقول له خش في الموضوع على طول، فبيقول له لو جبنا فينتانيل وحطيناه على الجلد ايه اللي هيحصل؟ فبيقول له يعني لو حطيناه على الجلد او على الرقبه مفعول مش هيكون قوي، بس بقى هيعمل لك شويه حاجات، وان الفينتانيل ده مسكن قوي هيخلي دماغك كده مشوشه شويه وانت في اللاوعي، وان انت هتفضل تستفرغ كتير من الاعراض الجانبيه يعني بتاعته. وبعدين بقى الديلر بيقول له امال انت بتسال الاسئله دي ليه؟ فبيقول له لا ولا حاجه. والديلر قبل ما يمشي بيقول له طب ما تتصرفش بقى ايه، تصرف غلط، وبيمشي وبيسيبه. سيون بقى وهو مروح بالليل بيلاقي ان في 2 سادين على المكان وبيقول له احنا ما بنوصلش في العادي بس هنوصل لك المره دي، وبيروحوا يدوه فنتانيل، لكن بقى الديلر اللي احنا شفناه من شويه بيقول لهم ان المشتري اصلا بنت مش هو. وسيون بيقول لهم ابعدوا عن وشي عشان عايز امشي، لكن هم ما بيكونوش عايزين يبعدوا، ولسه بيطلع القلم اللي هو عامل يخوف بيه كله من اول المسلسل ده، لكن الديلر في الوقت دوت بيجي وبيبعدهم عنه، وبيقول لهم بعد ما ابننا بيمشي ان هو كان هيأذيهم بالقلم. في المدرسه بقى بنلاقي ان جون رايح لسوكو بيقول له ان المدرس عايزه، بيروحوا مع بعض وبعدين بقى بيديله عصير
بيقول له انا اتصلت بجون امبارح وقال لي اللي انت كنت بتتضرب هناك في المدرسه. وجون بيقول له ما تقلقش، مش هقول لاي حد على سرك ده وهحتفظ بيه وما تقوليش يا عم شكرا. وسوك بقى بيقعد جنبه كده وهو متوتر وخايف، وجون بيقول له بس انا عايز اطلب منك بقى طلب. هو بيديله الفنتانيل علشان يرميه على ابننا في الامتحان بتاعه ويخليه مشوش، وسوك بيرمي عليه المخدر في الامتحان وابننا بقى بيكون مشوش على الاخر، فبيمشي بقى وبيسيب الامتحان وبيروح الحمام وبينهار، وبيرجع تاني بيلاقي اللي هو برده مش عارف يحل الاسئله، فبيفضل يضرب نفسه. فالمدرسه كده بتستغرب منه وبتقول له هو في حاجه، فبيقول لها لا مفيش اي حاجه. وبيجي على اخر اليوم بيكون بيذاكر وبيحل في الاسئله، لكن بيلاقي اللي هو لسه مشوش ومش عارف يحل حاجه، فبيفضل بقى يبص حواليه وبيكون بيبص على سوك، فسوك بيكون هيعملها على نفسه، فبيقوم بقى وبيمسك الكتاب في ايده وبيروح عشان يضرب جون، وبيمسك بقى وش جون الجميل ده بيفضل يضرب فيه لغايه ما بيخلي وشه خريطه. وسيون بقى بيقول له عشان انا قلت لك كده بلطف ان انت ما تقربش مني وبرده قربت، فانت هتستاهل كل اللي هيحصل لك. وبيكون لسه يمسكه يضربه تاني، لكن بقى سوهو في الوقت دوت بيجي وبيبعدوا عنه وبيقول له بقول لك ايه وسعد منك المره دي. وسيون بيقول له انت مالك اصلا، انت ليه حشرت نفسك في الموضوع؟ لكن هو بقى بيقول له اعتبرني يا عم ملاك الرحمه وجاي عشان انقذك. فسيون بقى بيتهب منه على الاخر وبيمسك الكرسي وبيكون هيضربه بيه، لكن بقى سوهو بيتفادى كل الضربات ديت وبيقول له ده كده انت شكلك مريض نفسي اصلا. لكن بقى الفنتانيل بيكون عامل شغل عالي كده مع ابننا وعايز يضرب بقى سوهو باي طريقه، وسوهو بيقول له ده كده انت اللي هتاذي نفسك باللي انت بتعمله ده. لكن في الوقت دوت المدرسه بتخش عليه، بقى بيعتذر على طول من المدرسه وبيقول لها ان كان في خناقه يعني هو كان بيحلها، وبيقول لسيون ان هو يعتذر منها، لكن سيون ما بيكونش واعي. المهم بقى المدرسه بتاخده بتوديه المستشفى عند جون اللي مناخيره بتكون مكسوره، وهناك بقى مامة جون بتقول له انا عايزه مامتك اتكلم معاها، لكن هو بيقول لها اللي هو ما عندوش فهي بقى بتقول له ان هي هتوديه الاحداث. فهو بيطلع لها الفنتانيل اللي كان ملزوق في جلده وبيقول لها بص بقى ابنك عمل فيا ايه، خلى واحد من زمايلنا يرمي عليا الفنتانيل ده عشان ما كنتش مركز في الامتحان. لكن بقى جون بيقول له امال فين الدليل على الكلام ده، فبيطلع له الشنطه بتاعته وبيفتحها له وبيقول له الفنتانيل اهو في شنطتك. والمدرسه بتقعد مع مامة جون وبتقول لها ان افضل حل دلوقتي ان احنا ننقل جون من المدرسه. وجون بقى بيكون سامع الكلام ده وبيبص لابننا بيلاقي اللي هو قاعد بيذاكر عادي. بيروح بقى البيت بيلاقي ان باباه رجع من المعسكر وبيقول له ايه ده هو انت اتخانقت مع حد من صحابك؟ عادي انا لما كنت قدك كنت بتخانق. وبيجي عشان يتكلم معاه، لكن ابننا ما بيكونش عايز يتكلم مع حد اصلا وبيبدا عشان يذاكر، فحتى باباه ما بيكونش فاهم هو ماله الايام دي. تاني يوم بقى بنشوف شله المتنمرين وهم رايحين عند بطلنا عشان ياخدوا حق صاحبهم، فبيقوموا هم بيروحوا وراه وبيوديهم الحمام وبيقفل الباب عليهم، وبيطلع القلم من جيبه وبيروح ناحيتهم، بيكون عارف ان هو كده بيلعب على نفسيتهم، وبعد ما بيخافوا منه بيمشوا بيسيبوا. فهو ماشي بيروحوا كل الولاد اللي معاه في الفصل وبيقولوا ايه ده هو ما حصلوش حاجه ازاي، وبيكونوا بيسالوه، فهو بيقول لهم هو انتوا صحاب عشان تسالوني، وبيمشوا بيسيبوا. بنشوف بقى الديلر وهو هناك في المستشفى وبيزور اخوه اللي بيقول له عشان انا قلت لك ما يتمداش في الموضوع ده، والديلر بيقول له لو انت عايزني اساعدك فقول لي دلوقتي حالا وانا هساعدك. فجون بقى ما بيصدق وبيقول له قشطه خلاص ساعدني. وهو بقى راكب الباص ومروح بيلاقي ان سوهو كان بيوصل حاجات وبينادي عليه وبيقول له انت رايح فين كده، فبيقول له اللي هو مروح. وسيون بيعتذر منه على حصل امبارح، فبيقول له خلاص يا عم مفيش اي حاجه حصلت، بس انا عايزك بقى تعزمنا على الغدا. وسيون بقى تاني يوم وهو داخل الفصل بدري بيلاقي ان سوهو نايم فيه، وبيجي بقى وقت الغدا فبيصحيه علشان يروحوا ويتغدوا مع بعض، وبيقول له الغدا على حساب المره دي. وسيون بقى بيسال سوهو هو انت بتنام في الفصل، فبيقول له ان هو اول ما بيخلص شغل بيروح على المدرسه على طول، لان هو بيخاف لو نام في البيت ممكن يتاخر على المدرسه وممكن ما يروحش اصلا. وبيقول له ان جدتي عايزاني اجيب درجات الحضور تبقى كامله حتى لو مش هخش الجامعه. وسوهو بقى بيساله بيقول له هو انت بتسمع اغاني كتير وبتحب الاغاني؟ اصل دايما بشوفك لابس سماعه وانت بتذاكر. لكن سيون بقى بيقول له لا انا بس مش عايزه اتكلم مع الناس. فالولاد بقى اول ما بيشوفوهم اللي هم قاعدين مع بعض بيفضلوا يجيبوا في سيرتهم، بيقولوا باين عليهم بقوا اصحاب قوي. وسوك بقى لما بيسمع الكلام ده بيروح لابننا وهو ماشي وبيقول له بقول لك ايه هو انت بتروح انهي اكاديميه عشان عايز اجي معاك؟ وابننا بيقول له على اسم الاكاديميه وبيكون لسه عايز يمشي معاه، فابننا بيقول له بقول لك ايه مهما عملت انا مش هقبل اعتذارك، وبيمشي وبيسيبه. وفي نفس الوقت ده بيكون جون بيستنى اخوه علشان يجي بقى يشوف ازاي هيساعدوا ان هم يتخلصوا من سيون. وفعلا بقى بيعملوا الخطه وسيون بيكون ماشي، فبيتلموا هم كلهم عليه. البنت اللي بتكون معاهم ما بتكونش عاجبها اللي هم يعملوه فيه اصلا، لكن بقى الديلر بيمسكه وبيضربه وبيقول له تعالى معانا. سوك بقى بيكون شايف كل دوت وبيطلع يجري على سوهو علشان يقول له اللي حصل مع سيون. ولما بقى سوهو بيسمع الكلام ده بيقول له طب انا مالي اصلا، فبيقول له هو انت مش صاحبه؟ فبيقول له لا مش صاحبه. فبيقول له يعني هو انت لازم تبقى صاحبه عشان تساعده؟ احنا عايزين نساعد دلوقتي حالا. لكن سوهو بيقول له انا ورايا دلوقتي شغل ولازم اقوم اروح. فسوك بيقول له خلاص انا هدفع لك اللي انت عايزه بس تعالى معايا. وسوهو بقى اول ما بيسمع سيره الفلوس بيقول له تمام انا معاك، وبيروح هما الاثنين يركبوا عشان يدوروا عليه. في الوقت ده بيكون كلهم على ابننا، لكن البنت اللي بتكون معاهم بتقول لهم هو انتوا مش مكسوفين من نفسكم كلكم على ولد؟ فالديلر بيقول لها خلاص روحي انت راقبي المكان لينا واحنا نخلص معاه بسرعه. وابننا اي نعم هو مش اجمد واحد في الفنون القتاليه، لكن عارف هو هيبدا ازاي وهيعمل ايه. فلما بقى بيجوا كلهم علشان يهجموا عليه بيبدا هو يتفاداهم ويضربهم بطريقه ذكيه. فلما بقى هو بيضربهم بيجي عشان يمشي الديلر بيوقفه وبيقول له انا استهنت بيك في الاول بس انا دلوقتي مش هرحمك. وبيروح بقى وبيفضل يضرب فيه لغايه ما بيقع. في اول بقى ما جون بيلاقي اللي هو وقع بيخلي اصحابه يكتفوه عشان يضربه هو ويكسر له ايده، وبيفضل يضرب في ايده عشان يكسرها له عشان ما يعرفش بعد كده يحل ولا يذاكر. لكن بقى في الوقت دوت سوهو بيجي عشان ينقذه وبيقول لهم يا جماعه مش رجوله اللي انتوا بتعملوه ده، وبياخد بقى سيون عشان يمشوا. لكن بقى الديلر بيوقفهم بيروح عشان يضربهم. لكن بقى سوهو بيروح على الديلر وبيفضلوا هما الاثنين يضربوا في بعض، وجون بقى بيروح علشان يضرب ابننا عشان يجيب ازاز عشان يفتح له دماغه. لكن في الوقت دوت سوك بقى بيروح وبينقذه، وسوهو بيقول له عيب عليك اللي انت بتعمله دوت، انتوا كلكم على واحد بس. فالديلر بقى بيحس اللي هو محرج شويه من اللي هو عمله ده وبياخد بعضه هو والشباب وبيمشي. سين بقى قبل ما بيمشي بيقول لجون ان هو يوقف اللي هو بيعمله ده،
وبيمشي هو والباقي. سوهو بقى بيقول لسوك ان هم دلوقتي لازم يروحوا يتغدوا وبعد كده بقى يدفعوا الفلوس اللي عليه، وبيجي بقى عشان يركبوا، لكن سوهو بقى بيقول لابننا هو انت مش هتيجي معانا ولا ايه، تعالى. لكن سيون بيقول له اللي هو وراه مذاكره دلوقتي، فبيقول له انت حتى مش شكرتناش، تعالى معانا حتى اتغدى. وفعلا بقى ابننا سوهو بيوديهم المطعم اللي فاكرين ان هم يتغدوا فيه، لكن هو بقى بيخش وبيكلم الست اللي هناك وبيقول لها انا اتاخرت عليكي معلش، وبيقول لسيون وسوك اللي هم يساعدوه عشان هو اتاخر بسببه، وبيخلي سيون يمسح الارض وبيخلي سوك يغسل المواعين. وفي قعده صفا بين سوهو وسيون، سيون بيساله وبيقول له هو انت بتشتغل الشغلانتين بتوعك دولت وبتجيب وقت بينهم ازاي؟ بس هو بيقول انا مش بشتغل 2 بس، انا بشتغل 3 شغلانات، 3 ايام في الاسبوع بوصل اكل و3 بشتغلهم هنا وفي اخر الاسبوع بوصل بضايع. ولما بقى بيخلص شغلهم اخيرا بيقعدوا بقى وبياكلوا وبيعلمهم بقى طريقه حلوه جدا للاكل، وبيفضلوا يهزروا مع بعض شويه. لكن ابو سيون بقى بيبعت له رساله وبيقول له هو انت ليه النهارده ما رحتش الاكاديميه؟ لكن سيون ما بيردش عليه. وبيظهر بقى معانا جيل شخصيه جديده واللي الديلر اصلا شغال معاه هو والشله، واللي بيقول لهم انا قلت لكم 1000 مره ان انتوا ما تعملوش اي شغل غير اللي انا بطلبه منكم. فالبنت بقى اللي كانت معاهم بتقول ان ابن عم الديلر اتعرض للضرب فهو بقى كان رايح عشان ياخد حقه. وجيل بقى بيفضل يضحك عليها وبيقول بدل ما هو اللي ضربهم هو اللي اتضرب، وبيقوم بقى وهو متعصب كده وبيمسك الديلر يفضل يضرب فيه لغايه ما بيكسر له ايده. بنشوف بقى سوهو هو لممهم هم الثلاثه وموديهم عشان يلعبوا بلياردو، وسيون بيقول له انا اللي كنت فاكرك ان انت جايبنا عشان نناقش مشروع التخرج، لكن سوهو ما بيكونش مهتم بالتخرج ولا بالجامعه اصلا، بيفضلوا يلعبوا هم كلهم مع بعض. بس ابننا الذكي جدا بقى بيكسب سوهو كل الجولات، وبعد ما بيخلصوا لعب بقى بيكونوا عايزين يروحوا ياكلوا، لكن ابننا بيقول لهم اللي هو وراه مذاكره وان هو يروح، وبتكون الدنيا بتمطر في الوقت دوت، فابننا بيخش السوبر ماركت عشان يجيب مظله، وبيلاقي بقى ان البنت المتنمره اللي كانت مع الديلر هناك وبتسرق لبستك، وهي بقى اول ما بتشوفه بتروح وبتمسك في ايده على اساس يعني ان هم ما يشكوش فيها. وبعد ما بيخرجوا بيسيبها هو عشان يمشي، لكن هي بقى بتروح وراه علشان الدنيا بتكون بتمطر. لا وكمان بتاخده معاه عشان تاكل، وهو بيقول لها انت جايباني هنا ليه؟ فهي بتقول له عشان ما اكلش لوحدي، وبتاخد رقم تليفونه وبتقول له انت اسمك ايه، فما بيرضاش يقول لها على اسمه فبتكتبه واخد، وبتقول له انت نوعي المفضل وانا بحب جدا الولاد اللي في نفس شخصيتك دي. وفي الوقت ده بيجي لها مكالمه فبتسيب ابننا بقى عشان جيل بيكون عايزها، وبيروحوا هناك وبيلاقوا له هو ماسك ولد وهو عليه دين وعمال يضرب فيه، وبيقول له انت هتجيب لي الفلوس امتى؟ فبيقول له في خلال 3 ايام، فبيقول له ال3 ايام دولت لو عدوا وانت ما جبتليش الدين اللي عليك فالبيت بتاعك هيتحرق ومامتك وباباك هيموتوا فيه. وبنعرف بقى ان جيل شخصيه خطيره جدا وانه كمان عايز ينتقم من سيون عشان ضرب الديلر. بنشوفهم بقى في المدرسه وجون رايح عند سيون وبيقول له اللي هو عايز يتكلم معاه شويه على انفراد، لكن بقى اولادنا ما بيسيبوش وبيروحوا هم كمان معاه عشان يعرفوا هو عايز يكلمه في ايه. فجون بقى بيرجع لابننا وبيقول له انا اسف على كل اللي حصل مني، بس انا دلوقتي عايزك تروح تشهد ان الفنتانيل ده مش بتاعي وان انا الامل الوحيد لماما في الدنيا والكلام ده كله. فابننا بقى هو واصحابه بيقول خلاص احنا هنيجي معاك عشان ندلب الشهاده بتاعتنا، وعشان بقى جون بيكون مش سالك بيوديهم بيسلمهم هناك تسليم اهالي الجيل، وجيل بقى بيروح لهم وبيقول لهم ينفع اللي انتوا عملتوه في الديلر ده وتضربوه وتكسروا له ايده بالشكل ده؟ لكن سو بيقول له لا انا ما لمستوش اصلا ما كسرتلوش ايده، وبيقول له لو عندك دليل بقى اللي احنا عملنا فيه اي حاجه ورينا الدليل ده. فجيل بقى بيقلب لهم على وش تاني بيقول انا بقتل الناس علشان الفلوس وممكن ادخلكم معاقين عادي جدا، وبيمسك السكينه وبيعور سو بيقول لهم انا عايز منكم 15 مليون وون في 3 ايام جيبوهم لي بقى باي طريقه، وانتوا عارفين ايه اللي هيحصل لكم لو ما جبتوش الفلوس. وتاني يوم بقى بعد المدرسه بنلاقي ان العصابه ماشيه وراهم هم الثلاثه في كل مكان، فابننا بقى بيتصل بالبنت المتنمره دي وبيروح علشان يشوفها وبيسالها هو جيل ده ايه شغلانته وهو عايز مننا ايه، وهي بتقول ان هي مش هينفع تحكي له اي حاجه لكن هو فعلا شخص خطير وان هو بيقتل الناس علشان الفلوس عادي. فهو بيقول له طب لو احنا ما جبنالهوش الفلوس هيعمل معانا ايه؟ فهي بتقول له هو مش هيسيبهم في حالهم ان هم في الاخر هيبقوا زيهم. فسيون بيقول لها طب لو انا بقى اديت له الفلوس هيسيبنا في حالنا؟ فهي بتقول له لا برضه. سوق بقى بنلاقيه اللي هو راح وسرق من مامته ساعه وبيروح وبيبيعها وبيقابل صحابه وبيديلهم ال 15 مليون، ولما هم بقى بيسالوه بيقولوا من اين لك هذا؟ فهو بيقول لا ده اهلي هم اللي ادوني الفلوس. فطبعا ولادنا مش بيصدقوا الكلام ده فبيقولوا من الساعه دي بتاعت اهلي وانا بعتها بس مش مشكله يعني، لكن سوق بيقول له اللي هو مش هياخد الفلوس ديت منه وان هم يبلغوا عن الشخص ده، لكن سوق بيقول له ان هو قال لهم بنفسه ان البوليس مش هيقدر يعمل له اي حاجه. وسيون بيقول له ما تقلقش انا هتصرف في الموضوع ده، انت خد الفلوس ورجع الساعه تاني وما تقلقش من اي حاجه. لكن سو بيقول له احنا مش هنتصرف في اي حاجه، احنا هنبلغ البوليس وهو اللي هيتصرف. تلنا بيقول له احنا كده كده هنبلغ البوليس بكل اللي انا عارفه، وبيحكي لهم بقى ان جيل ده اصلا عنده صديق والصديق ده عامل برنامج مؤامره وبيخلي العيال كلهم يلعبوا في البرنامج ده، فانت مثلا اول ما بتفتح التطبيق من هنا انت بتبدا تكسب مره واثنين وثلاثه لغايه بقى ما بتدي الامان وبتبدا تدفع كل الفلوس اللي معاك، لكن في لحظه بقى الفلوس دي كلها بتتسحب فبتحاول تدفع فلوس تاني وبرضه بتتسحب وبتخسر مره واثنين وثلاثه. ففي الوقت دوت بقى بيروح لهم جيل اللي بيقول لهم اللي هو عادي يسلفهم فلوس زي ما هم عايزين وهم يبقوا يرجعها له، وفعلا الطلاب بياخدوا منه الفلوس وبيوقعوا له على اللي هو عايزه وبيبداوا يلعبوا مره واثنين وثلاثه وبرضه بيكونوا بيخسروا لان اصلا التطبيق ده مزيف هيخليك تكسب مره واثنين وثلاثه بعد كده ياخد كل الفلوس اللي معاه، وده اللي بيكون مخطط له جيل وصاحبه كمان. وفي الوقت دوت بقى بيروح للطلاب وبيقول لهم اللي هو عايز الفلوس اللي عليهم ولو مش معاكم الفلوس انا هخليكم بقى تعملوا حاجات مش ولا بد، اللي معاه الفلوس بيدفعها له واللي مش معاه بيخليه يشتغل معاه كحرامي او كاي حاجه تانية. واللي بيحكي كل ده هي البنت المتنمره اللي وقعت ضحيه زي كل الضحايا اللي كانت معاه. وهم ماشيين بقى سوهو بيقول لهم استنوا انتوا هنا وانا هروح الهيهم لغايه ما انتوا تبلغوا البوليس، وفعلا سوهو بيروح لجيل اللي بيساله فين الفلوس اللي معاك، فهو بيقول انا مش معايا فلوس بس معايا حاجه احسن من الفلوس، وبيقول له سيبك من برنامج القمار بتاعك ده انا ممكن اكسبك فلوس اكتر من كده بكتير، وبيعرف ان
ان هو رئيس المدرسه ديت وممكن يخلي كل الطلاب يخشوا البرنامج ده، وان انت بتقول ان انت بتدي اللي بيخش البرنامج 50,000. فبيقول له انت عرفت كل الكلام ده منين؟ فبيقول له ان ابن عم الديلر هو اللي دلنا على البرنامج بتاع القمار ده، وانا يا عم ما تقلقش مني خالص، هاجي معاك دلوقتي المكتب ونتكلم برواقه كده ونخلي كل الطلاب تشترك فيه. فبيعجبه جدا دماغ سوهو وبيقول له خلاص قشطه، بيركبوا معاه علشان يروحوا المكتب. لكن المتنمره بقى بتقول لجيل ان هي تفضل هنا علشان لما الطلاب يجوا تعرف تاخدهم وتاخد منهم الفلوس. فهو بيقول لها خلاص تمام وبيمشي هو وسوهو، وهي بقى بتكون مستنيه الطلاب لغايه ما بيجوا. واول بقى ما بتلاقي سيون هناك فبتروح له بسرعه وبتقول له على العنوان بتاعهم. لكن سوك في الوقت دوت بيقول لسيون ان الموضوع كان هيخلص لو ادينا لهم الفلوس، وبيركب التاكسي وبيروح وراه. وسيون بيبعت رساله لسوهو ان لو المكان صح يقول له او لا. فعلا سوهو بيبعت لهم الرساله وبيقول لهم ان المكان صح وبيخش ويقعد جوه. هل بقى فاكرين ان الخطه بتاعتهم دي هتنجح؟ لا والله، بيعرفوا بقى ان سوهو بيضحك عليهم وبيمسكوه وبيضربوه، وبياخدوا التليفون بتاعه وبيعرفوا ان البوليس جاي وبياخدوه بقى عشان يمشوا، لكن بيلاقوا ان سوك في وشه واللي بيقول لهم اللي هو جاب لهم الفلوس ده هو سيبوا بقى سوهو في حاله، فبياخدوه هو كمان معاهم. وفي الوقت دوت بقى سيون بيجي هو والبوليس اللي ما بيرضوش يخشوا علشان ما فيش مذكره تفتيش، واللي بيمشوا بيسيبوه. قبل ما بيسيبوه بيقول الصور اللي معاك ديت توديها قسم العنف لان احنا مالناش دعوه بالموضوع ده. فهو بقى بينط من فوق السور وبيخش جوه علشان يشوف ايه اللي حصل، وبيعرف ان هم ضربوا سوهو ان كمان الخزنه اللي فيها المخدرات اللي فيها مش موجوده. ففي الوقت دوت بقى جيل بيتصل بالديلر وبيقول له تعالى دلوقتي وهات ايه معاك، وبيهدده وبيقول له لو ما جيتش ومعاك ايه انا هبعد شان ده بيكون صاحبهم وبيعتبروه زي اخوهم الصغير. ففي الوقت ده بقى سيون بيتصل بايه وبيقول لها دلوقتي انا دخلت البيت بس ما فيش اي حد هناك وخدوا سوهو معاهم. فهي بتمشي ورا الديلر وبتقول له بقول لك ايه، نزل التطبيق بتاع المتابعه ده وتابعني واعرف موقعي فيه، بس ما تجيش لوحدك وتجيب البوليس معاك علشان لو ما جيتش ومعاك البوليس احنا كلنا هنموت. ففي الوقت ده بقى بيصحى سوهو اللي بيلاقي سوك قاعد جنبه وبيقول له انت بتعمل ايه يا ابني هنا؟ فبيقول له اللي هو كان قلقان عليه وراح عشان يديلهم الفلوس. فبيقول له انا اتاثرت قوي بالكلام الجميل اللي انت بتقوله ده. وايه بقى والديلر هما الاثنين بيجوا وجيل بيكلمهم بيقول لهم وانا عملت معاكم حاجه غلط عشان تعملوا معايا اللي انتوا عملتوه ده؟ فالديلر بقى بيكون عايز هو ياخد اللوم كله لنفسه وبيقول له ضربنا انا. وفي الوقت دوت بقى بيكون ابننا هو كمان وصل وبيكون بيكلم البوليس عشان يجوا وراه. وفي الوقت ده بيكون جيل بيضرب في الديلر وكمان خلاهم ان هم يكتفوا قوي ويرموها جنب سوق. وبعد كده بقى جيل بيروح للولد اللي اسمه تشان اللي عنده 14 سنه ده وبيقول له انا دلوقتي هطعنهم كلهم واقول اللي انت اللي طعنتهم. بيكون راح علشان يطعنهم كلهم وبيبدا بسوهو، لكن بقى بيلاقي ان الديلر جاي عليه وبيخبطه بقى لو راجل تعالى واجهني انت لوحدك، وهما الاثنين بقى بيبداوا يتواجهوا وبيكسب جيل. لكن جيل بقى عشان مخادع بيمسك السكينه وبيكون عايز يضربه بيها، لكن بنتنا في الوقت دوت بتيجي وبتخبط وبتقول كمان لتشان ان هو يساعد الديلر في الوقت ده. وجيل بقى في الوقت ده بيكون بيضربها، لكن بيلاقوا بقى ان صوت البوليس جاي عليه وبيظهر بقى ابننا في الوقت ده بيقول لهم دلوقتي البوليس جاي عليكم وهيقبض عليكم كلكم. فهم بقى بيهربوا وبيفك بقى هو اصحابه علشان يمشوا، بس بيلاقي بقى ان العصابه راجعه لهم تاني بعد ما عرفوا ان الصوت ده جاي من التليفون. ففي الوقت ده كلهم بيخش في خناق بعض والديلر بيقول لايه وتشان ان هم يهربوا، بس بيلاقوا ان البوليس في وشه. وجيل بقى في الوقت ده بيكون بيضرب في سيون وبيعوره في وشه وبيقول له لو كنت دفعت لي الفلوس من الاول ما كانش كل ده حصل. بس بقى وهم لسه بيضربوا في بعض بيلاقوا ان الشرطه دخلت عليهم، لا مش الشرطه، واحد من رجال الشرطه اللي بيبقى ماسك مسدس وبيقول لهم المسدس الرصاص اللي فيه ده حقيقي. فجيل بقى بيقول له طبعا طبعا وبيهرب وبيسيبه، بس ابننا بقى ما بيسيبوش في حاله وبيطلع يجري وراه وبيبقى عايز يضرب جيل، لكن جيل بقى هو اللي بيضربه وبيطلع له سكينه علشان يموته بيها. لكن بقى سوهو في الوقت ده بيجي علشان ينقذ صاحبه وهما الاثنين بيخشوا فيه ضرب ردم لغايه بقى ما بيوقعوه وكمان بيكتفوه والبوليس بيجي ياخده. سوهو بقى بيروح المستشفى عشان ايده مكسوره، لكن البوليس بقى بياخدوا سيون وسوك علشان يحققوا معاهم. هناك بقى هما بيتحققوا معاهم بيخش المحامي بتاع سوك اللي بيقول لهم اللي اسمهم مش موجود اصلا في القضيه، ان هما قدروا يعملوا كده لان بابا سوك هو عضو في مجلس النواب فقدر بقى يشيل اسمهم خالص، وعلشان سوك عنده قرايب مهمين فبيخرجوا في نفس الوقت. وكمان المحامي دوت بيوديه عند جيل اللي بيقول له اعمل فيه كل اللي انت عايزه وطلع عليه كل اللي عمله فيه، وبيقول لسوك اضربه دلوقتي لان باباك قال لي ان العين بالعين والسن بالسن وهو البيت. والمحامي بقى بيفضل يضرب شويه في جيل، لكن بقى جيل بيفضل يستفز في سوك وبيقول له ان انت مش جامد وان صحابك اقوى منك بكتير. فسوك بقى بيخرج وهو متضايق جدا وما بيضربهوش. وبنشوف بقى ان سيون خد ايه وهما الاثنين راحوا المستشفى عشان يطمنوا على سوهو كمان عشان تعتذر منه. وسوهو بقى في الوقت ده بيقول لسيون ان هو ما كانش عارف ان سوك عنده قرايب مهمين لان السكرتير بتاع باباه قال له هو يدفع كل التكاليف بتاعه المستشفى، لكن طبعا انا ما رضيتش. وسين بيساله انت هتخرج امتى؟ فهو بيقول ان هو عنده كسر بسيط وان هو يخرج بكره. وايه بقى بتستغل الموضوع ده وبتقول خلاص بقى خلينا ننام عندك هنا في المستشفى النهارده. فهو بيقول لها قشطه. بتقول له هو انت موافق ليه؟ هو انت معجب بيا؟ فبيقول لها طبعا لا. فبتقول له حتى لو انت معجب بيا انا مع سيون. وسين بيقول والله ما اعرفها اصلا، لكن هي بقى بتمسك فيه وبتقول له لا انا وهو عارفين مكان بعض. وسيون بينكر على طول وبيقول لا طبعا هي اللي قالت لي نزل التطبيق ده عشان اعرف الموقع بتاعها. وسوهو بقى بيفضل يضحك عليهم بيقول لهم اللي انتوا لطاف جدا مع بعض وخليكم مرتبطين احسن. ابننا بقى بيروح البيت لكن قلبه ما بيكونش جايبه ان هو يسيبه وهو تعبان كده في المستشفى، فبيرجع تاني المستشفى وهو جايب لهم اكل كتير جدا. وسوهو بقى ما بيكونش مصدق ان هو رجع من البيت علشانه وجايب له كمان اكل، بس ابننا بقى بيفاجئه اكتر وبيضحك في وشه. لاول مره ابننا بيضحك من اول مسلسل. نشوف بقى عضو مجلس الشعب وهو ماسك ابنه وعمال يضرب فيه، وفي نفس الوقت بيكون اصلا شغال اللقاء وهو بيقول اللي هو بيشجع الشباب. تاني يوم بقى سوك بيروح المدرسه وهو متكسر من الضرب اللي باباه ضربه له امبارح، لكن بقى بيكون بيقاوم كده ومش عايز يحسس. والولاد بقى كلهم بيكونوا منبهرين بيه وعمالين يتلافوا حواليه كده ويقولوا انت ازاي بقى قدرت تقبض على جيل انت واصحابك. وبيجي بقى وقت الغدا وهم قاعدين هم الثلاثه
3 مع بعض وبيجيبوا بقى في سيرة إيه، وسوق ما بيكونش عارف هما بيتكلموا على أنهي بنت، فهو ما بيقولوا البنت ديّة المتنمرة اللي ساعدتنا إن إحنا نقبض على الجن، وبيقولوا اللي هي قاعدة الفترة ديّة مع سو هو وجدته في البيت علشان ما لهاش مكان تقعد فيه، وإن هي خلاص هتروح تقدم لوظيفة بدوام جزئي. بس سوق بقى بيكون متضايق جدًا من الكلام ده، وبيروح بقى البيت وبيكون بيقلب في الانستجرام وبيخش على حساب سو وبيلاقي اللي هو عامل فولو للبنت دي، فبيكون بقى متغاظ جدًا هو إزاي عامل فولو ليها ومش عامل لي أنا. بنشوف بقى سين وهو قاعد مع مامته وبيتغدوا واللي بتسأله عن أحواله وأحوال باباه، فبيقول لها إن باباه الفترة دي مشغول جدًا بسبب التدريبات اللي عنده، وبتسأله على التخصص الجامعي اللي هو هيتخصصه، لكن هو بيقول لها إن هو لسه ما يعرفش، فبتقول له إن هي واثقة فيه وأي حاجة يختارها هتكون حلوة، وإن هو بيعرف يعمل كل حاجة، فهو بييجي لسه عشان يقول لها أنا ما باعرفش أعمل كل حاجة، بتقول له معلش أنا عندي اجتماع ولازم أمشي دلوقتي. وبنشوف بقى الشلة وهُم خارجين وإيه بتكون كمان جاية معاهم، فسوق بقى بيفضل يبص لها كده وبيكون مش عاجبه إن هي موجودة معاهم، وبيروحوا بعد كده الكاريوكي وسوق بيقوم عشان يجيب لهم حاجات يشربوها، لكن بقى بيلاقي إن في طلاب من مدرسته القديمة اللي كانوا بيتنمروا عليه وبيطلعوا يجروا وراه، فبيستخبى منهم وبيقولوا لهم هيتصلوا دلوقتي بالتليفون بتاعه وهيعرفوا هو فين، بس بيلاقي التليفون بتاعه مش موجود وبيروح عشان يخش الأوضة بيلاقي إن البنت هي اللي بترد على التليفون، فبيشتم إيه وبيقول لها أنتِ بتردي على التليفون بتاعي ليه، وبيكون هيضربها كمان، فإيه بقى بتتعصب أوي من الكلام بتاعه ده وبتمشي وبتسيبهم كلهم، وسوهو بيروح وراه عشان يجيبها، وسين ما بيكونش فاهم هو إيه اللي معصبه للدرجة دي، لكن بقى بيلاقي إن في ولاد داخلين عليه علشان يتنمروا عليه، لكن بقى أول ما بيلاقوا سيون بيعملوا اللي هم أصحابه يعني من مدرسته القديمة. وتاني يوم بقى وهو قاعد في الفصل بيلاقي إن زمايله قاعدين بيتكلموا عادي وبيضحكوا وبيهزروا مع بعض، فبيشتمهم وبيقول لهم يخلصوا كلهم، وبيكون رايح كمان عشان يضرب واحد منهم، لكن بقى سيون في الوقت دوت بيجي وبيوقف، وسوهو بيروح وبيحط ايده على كتفه وبيقول له سيبك انت بس منهم وامشي معايا، لكن هو بيقول له ما تحطش ايدك على كتفي وبيمشي وبيسيب، فبيستغربوا هما الاثنين من تصرفاته ديت. وتاني يوم بقى الصبح هما بيتضربوا وما بيكونش هو موجود معاهم، فسيون بقى بيقول لسوهو احنا نروح له النهارده عند بيته بعد ما نخلص اللي احنا بنعمله ده، فسوهو بيقول له خلاص تمام بس قوم بقى دلوقتي معايا علشان نتدرب، وبيقوم بقى وبيدربوا شويه على الفنون القتاليه. المهم بقى بيروحوا بيت سوق بعديها وبيلاقوا بقى ان بيته كبير جدا وبيكونوا منبهرين بيه، بس هو بيقول له اللي عيلته حلوه جدا، لكن هو بيقول له دي مش عيلتي الحقيقيه اصلا ان هم متبنيين، وبيقول له بقى احكي لنا انت الايام دي ليه ما بتروحش المدرسه، فبيقول لهم ان يوم الكاريوكي لقى عيال من مدرسته القديمه اللي كانوا بيتنمروا عليه وبيحكي لهم بقى كل اللي كان بيحصل معاه، بس هو بقى بيتعصب جدا وبيقول له بقول لك ايه انا هخليهم دلوقتي يعتذروا منك اتصل بيهم، ففعلا بيتصل بيهم وبيروحوا لهم هناك الكاريوكي وبيكونوا عايزينهم يعتذروا منه. في البدايه ما بيكونش عايزين يعتذروا لكن سوق بقى بيخليهم يعتذروا، فسوق بقى يسمع الاعتذار بتاعهم ويسكت، لا طبعا بيمسك واحد فيهم وبيضربه وبيمسك كمان ازازه وبيكون عايز يفتح له راسه، لكن سوهو بقى بيروح في الوقت دوت وبيمسكه وبيخرجه بره، لكن هو بقى بيتخانق مع سوهو بيقول له وانت عمال تأمرني ليه وتقول لي امشي ولا ما امشيش، انا اعمل اللي انا عايزه، وسوهو بيقول له انا امتى اصلا امرتك بحاجه، انا سبت شغلي النهارده علشان، لكن هو بقى بيتمادى فيها وبيقول له خلاص هدفع لك بقى حق شغلك اللي انت سبته ده، فسوهو بقى كان هيتعصب عليه وهيضربه، لكن بقى سيون في الوقت دوت بيجي وبيوقف، وسوق بقى بيمشي وبيسيبهم، لكن سيون بيروح وراه علشان يعرف اذا كان هو كويس، فبيقول له انا كويس وبيمشي وبيسيبه، وهو ماشي بقى بيلاقي ان الشله بتاعه الفصل بتاعه موجودين اللي هم كانوا الشله بتاعه جون القديمه، وان كمان المتنمرين التانيين جايين وراه علشان ينتقموا منه، فالشله بتاعه جون القديمه بتروح وبتمسك المتنمرين دولت وبتضربهم، السوق هو كمان بيتبسط جدا وبيمسك المتنمرين وبيفضل يضرب فيهم، وبعد كده بقى بيودوه مالها ليلى عشان يتبسط كده وبيدفع لهم بقى هو كل المشاريع. واحد بقى من المتنمرين بيقول طب ما تقول لنا بقى الانستجرام بتاعك كده عشان نتابعك عليه، وهو بقى بيتبسط جدا لان هو من زمان كان عايز اي حد يتابعه على الانستجرام، وبيلغي بقى الفولو اللي هو عامله لسوهو في الوقت دوت وبيروح لبنات وبيعزم عليهم بمشروب، وبيروح تاني يوم المدرسه وهو متاخر ومصدع، فسيون بيقول له انت كنت شارب امبارح ولا ايه، لكن هو بقى بيسيب سيون وبيروح لاصحابه اللي ورا وبيفضل بقى قاعد معاهم بيحكوا على اللي كان بيحصل امبارح وبيمشوا مع بعض، سوهو ابننا بقى بيروح وبيسال على سوك يعني لو ما جاش النهارده كمان، لكن سيون بيقولوا اللي هو جه عادي جدا، ويلاقوه بقى اللي هو داخل هو والشله بتاعته الجديده دولت وقاعدين مع بعض، فسيون بقى بيروح وبيقول له انا عايز اتكلم معاك شويه، وبيروح فعلا وبيتكلم معاه وبيقول له هو ايه بقى حكايتك عشان انت يا ابني كنت معانا ايه اللي خلاك تروح مع الشله دي، فهو بقى بيقول له ان صاحبك بقى بيحتقرني وبيعاملني كأن خدام عنده، بس سو بقى بيجي في الوقت دوت بيسمعه بيقول له وانت بتتكلم عني بالسوق ليه، فبيقول له اه بتكلم عنك وهتعمل لي ايه يعني، وبيمشي وبيسيبه، وبنلاقيه بقى اللي هو رايح مع الشله بتاعته الجديده ديت ومودينه تاني مالها ليلي، ومعاهم بقى المره دي جون اللي بيعرفوا بقى كمان على شويه ناس مش كويسه، وفي الوقت ده بيكون سوهو بيوصل طلباته وبيروح لابننا بيقول له بقى تعالى معايا النهارده هدربك شويه تدريبات اضافيه، وبيخليه هو كمان يوصل معاه الطلبات، وبعد بقى ما بيخلصوا سيون بيجيب له سيره سوكو وبيقول له باين عليهم ان هم بيستغلوه الفتره دي، وبيقول له اللي هو بيجيب لهم الجزم وبيدفع لهم الفلوس وبيجيب لهم لبس كمان، لكن سو بيكون عنده وجهه نظر تانية خالص وبيقول اللي هو اللي بيستغلهم اصلا عشان يكونوا دايما معاه، وان هو كان بيعمل كده معانا من البدايه وعامل نفسه لطيف معانا علشان ما يكونش منبوذ، وفي الوقت ده بيكون سوك مصاحب شله المتنمرين دي وبيعمل معاهم كل حاجه غلط ممكن تتخيلوه، لكن بقى سيون في الوقت دوت ما بيكونش راضي على اللي بيحصل ده وبيروح عند شله المتنمرين وبيقول لهم ان هم يبعدوا عن سوك، وبيقول لهم كمان عرفت ان هو بيجيب لكم هدوم ومشروبات على حسابه، فهم بيقولوا احنا ما ضربناش على ايديه هو اللي بيقول لنا اللي هو عايز يدفع، لكن ابننا بيقول لهم انا قلت لكم وحذرتكم مره وبيمشوا وبيسيبوا، وسو بقى بيقول له انا قلت لك كذا مره ان انت ما تعملش كده بس انت عملت اللي في دماغك برضه وانت خلاص عملت اللي انت تقدر عليه ما تعملش حاجه تانية، لكن سيون بيكون بيدافع عنه وبيقول اللي هو بيعمل كل ده اكيد عشان حاسس بالوحده، وفي الوقت دوت بقى بيخش سوك هو والشله بتاعته هم عاملين فيها بلطجيه كده علشان يقعدوا قبليهم، فسو بقى بيقول لهم كلكم تقفوا بالدور وتستنوا دور، فلما هم مش بيوافقوا بيمسكهم بيضربهم، بعد كده بقى بيروح لسوكو
بيقول له انا دلوقتي مش فاهم منك اي حاجه، بس كل اللي انا عايزه منك دلوقتي انك تروح وتقف بالدور. لكن سوك بيقول انا مش عايز اعمل كده، فبيمسكه بقى وبيضربه. فبياخد بعضه بقى هو والشله بتاعته دي وبيخرجوا بره، وبيقول انا عايز حد يمسكه يرنه على واحد من المتنمرين. بيقول له انا عندي بقى الشخص اللي هيمسكه وممكن يموته لك كمان لو عايز. فبيقول له قول لي بقى هو مين وادفع لك اللي انت عايزه. وفعلا بقى بيروحوا وبيقعدوا مع المقاتل ده، وسوك بيعرض عليه اللي هو يديله مليون. فالمقاتل بقى بيفرح جدا وبيقول له امتى بقى الموضوع ده. فبيقول له انا عايز منك الموضوع ده يكون الاسبوع الجاي يوم عيد ميلاد سوهو. انا بجد مش قادر اتخيل هو بيعمل ايه في سوهو بعد ما كان صاحبه. المهم بقى الشخص دوت بيمشي، وبيقولوا اصلا ان الشخص ده كان خسران قدام سوهو قبل كده وهم صغيرين. فسوك بقى بيكون قلقان جدا لسوهو بقى هو اللي يكسبه. لكن بقى جون بيقول له انا عندي فكره حلوه جدا نخلي سوهو ما يكسبش بيها. فسوك بيقول له قول لي يا عم قول لي. فبيقول له احنا هنعمل له اعاقه ما تخلوش يعرف يتحرك. فعلا بقى سوهو بيكون في الوقت دوت بيوصل الطلبات، وهم بيمسكوا الموتوسيكل بتاعه وبيقطعوا الفرامل بتاعته. وسوهو بقى بيكون راكبه وماشي بيه، لكن الفرامل ما بتكونش شغاله، وهو بيكون عايز يوقفه باي طريقه لغايه ما العربيه بتيجي وبتخبطه. تاني يوم بقى سوهو بيخش عليهم وهو مش قادر يمشي على رجله، وبيفضل باصص كده لسوك، وبيكون عارف ان سوك هو اللي عامل فيه كده. لغايه بقى ما سيون بيجي كمان وبيقول له ايه اللي حصل معاك. فبيقول له ما فيش اي حاجه حصلت معايا. ما بيكونش عايز يقول اي حاجه لسيون عشان ما يقلقوش عليه. فبيجي بقى يوم عيد ميلاد سوهو اللي بتكون ايه وسيون في الوقت دوت بيحضروا العيد ميلاد. وفي الوقت دوت بيكون سوك عمال يتصل بسوهو، بس سوهو ما بيكونش بيرد عليه خالص. فبيقول كده مش هنعرف نستدرجه ونضربه، هنعمل ايه بقى. فبيلاقي ان في خطه حلوه جدا جت في دماغه. بيبعت بقى لايه رساله وبيقول لها اللي هو عايز يقابلها دلوقتي حالا. وايه بتكون قاعده في الوقت دوت مع سيون وبتقول له عشان انت دلوقتي ما بقتش صاحب سوك. فهو بيقول لها انت ايه اللي عرفك، هو سوهو قال لك ولا ايه. لكن هو بيرجع وبيقول لها اللي هو عايز يقابلها دلوقتي حالا عشان اديلها الهديه بتاعت سوهو. وبيقول لها اللي هو عايز يقابلها بس ما تقولش لسوهو ولا لسيون على حاجه. وايه العبيطه بقى بتروح له وبتقول له انا مش عايزاك تتضايق من سوهو في حاجه، وتعالى دلوقتي العيد ميلاد هصالحكوا على بعض. فبيضحك زي المجانين كده وبيقول لها انت فاكره انا جايبك هنا عشان الموضوع دوت. وهي بتبص بقى بتلاقي ان شله المتنمرين كلها قاعده جنبها اصلا. وبيكونوا هما الاثنين قاعدين في الوقت دوت بيلعبوا بلاي ستيشن. لكن ابنها بقى بيقول له اللي هو جعان جدا وعايز ياكل بقى، هي اتاخرت كده ليه. سيون بيقول له خلاص بقى انا عندي فكره حلوه، قومي اعملي لنا الاكل لغايه ما هي تيجي. وفي الوقت دوت بقى سوك بيبعت رساله على تليفون سوهو ان هو خطف البنت. سيون بقى بيشوف الرساله وبيعرف ان هو اللي عمل كل ده، هو اللي عمل الحادثه وهو كمان اللي خطف البنت. فبيبعت له بيقول له انا جاي دلوقتي حالا، وبيمسح الرسائل بسرعه قبل ما سوهو يشوف. وبيقول لسوهو اللي هو رايح يجيب حاجه بسرعه وجاي له على طول مش هيتاخر. سوك بقى ما بيكونش فيه شتيمه حتى توصفه، بيكون قاعد في الوقت دوت معاها وبيقول لها هو انت بقى عملت علاقه معاه ولا ايه اللي يخليه قاعدك في بيته ويجيب لك وظيفه كمان. هي بتقول ان هو حقير وندل وما بتكونش عايزه ترد عليه اصلا. في الوقت دوت بقى سيون بيجي وهو بيدرس المكان كويس وبيخش عليهم بقى عشان يضربهم كلهم. واول بقى ما بنتها بتشوفه بتطلع تجري عليه وبتمسك ايده وبيطلعوا هما الاثنين يجروا، لكن هما بيمسكوه بسرعه وهي بتروح عشان تبلغ البوليس. وبيمسكوه وبيفضلوا كلهم يضربوا فيه لغايه بقى اما سوك بيجي وبيقول لهم يا جماعه هو ملوش دعوه احنا عايزين سوهو. لكن جون بيقول له انت بتقول له هو ملوش دعوه بالنسبه لك انت، بس بالنسبه لنا احنا عايزين نضربه. فسوك بقى ما بيستحملش الكلام ده وبيمشي وبيسيبهم. لكن المقاتل بيجي وراه وبيقول له انا عايز الفلوس بتاعتي. لكن البوليس بقى بيجي في الوقت دوت فبيهربوا، وسوهو بيصحى من النوم ما بيلاقيش اي حد موجود معاه. وبنشوفه وهو في عربيه الاسعاف لكن ما بيرضاش يجيب سير البوليس باللي حصل، وبيتصل بسوك وبيحذره ان هو ما يقربش من سوهو تاني. وبنشوف بقى سوك وهو في البيت وبيجي له المساعد بتاع باباه اللي بيقول اللي هو هينقله لبره. فسوك بيقول له انت عرفت ازاي الحادثه اللي حصلت لي امبارح. فبيقول ان صاحبك عمل بلاغ بس ما بلغش ضده، وان باباك خلاص مدينا اوامر اللي انت هتسافر الفلبين تدرس هناك. سوهو بقى بيكون قلقان وبيتصل بسيون، لكن سيون ما بيردش عليه وبيبعت له رساله وبيقول له اللي هو عنده مشاكل في البيت عشان كده ما عرفش يجي المدرسه. لكن هو ما بيقتنعش وبيروح عند ايه عشان يعرف منها اي حاجه وما بترضاش تقول له. فسوهو بقى بيلم شله المتنمرين دي وبينزل يضرب فيهم لغايه ما بيعترفوا بكل اللي حصل الليله دي. بيرجع تاني لايه وبيعذر منها على كل اللي حصل الليله دي لان اكيد كل ده بسبب. بيعرف منها ان سين خرج من المستشفى وبيروح علشان يشوفه، لكن هي بتقول له ان هو يخلي الموضوع سر. فعلا بيروح وبيشوفه وبيعمل نفسه اللي هو ما يعرفش اي حاجه وبيطمن عليه وبيمشي وبيسيبه. وعضو مجلس الشعب بقى بيروح وبيرن ابن علقه علشان جايب له العار. سوك بقى بيتعصب قوي وبيخرج من البيت وبيركب تاكسي وبيفتح التليفون بتاعه، فبيلاقي ان في اتصالات كتيره ورسائل جايه من سوق اللي بيبقى بيضرب المتنمرين ومصور له وبيقول له اتصل بيه احسن معلم عليهم كلهم. وفي الوقت ده فعلا بيكون واخد واحد من المتنمرين عمال يضرب فيه علشان يتصل بسوق، لكن بقى سوك هو اللي بيكلمه في الوقت دوت وسوق بيقول له اللي هو عايز يقابله. فسوق الجبان بقى بيكلم المقاتل اللي هو كان متفق معاه وبيقول له انا محضر لك الفلوس وتعالى عشان نقاتل بقى سوق. وايه في الوقت ده بتكلم سين وبتقول له ان سوق عدى عليها الصبح وهو عارف كل حاجه وهي بس خايفه ان هو يواجه سوق. هو بقى بيروح هناك بيلاقي ان المقاتل موجود وكمان شله المتنمرين كلهم كل دولت هيكونوا عليه. فبيروح وبيكلم سوق وبيقول له انا بعتذر منك ان انا جرحت مشاعرك يوم 100، وعدك دلوقتي تعتذر بقى من سين وايه على اللي انت عملته فيه. فهو بيقول له لا انا مش هعتذر من حد. فبيرجع وبيقول له اعتذر احسن لك. فبيقول ابدا مش هعتذر. فبيقول له خلاص انا بقى اللي هضربه. وبيضربه يمكن يرجع لوعيه، لكن بقى بيلاقي ان المقاتل موجود وبيقول له ايه مش هتيجي تلاعبني ولا ايه. فبيضرب شله المتنمرين وبيخش بقى المقاتل عشان يتواجه. ابننا بيفضل كسبان لغايه بقى اما بيجي له الغدر من شله المتنمرين وبيضربوهم مكانه، والمقاتل بقى بيديله ضربه فبيوقعه. فسوق بقى بيروح له ساعتها وبيقول مين بقى المثير للشفقه دلوقتي انت ولا انا. لكن سوق بقى بيقول له يا ابني ارجع لوعيك ما تلومش حد على اللي انت فيه ده. التاني بيقول له هو انت لسه هتكلمني وضربه هو كمان. ولما شله المتنمرين بتلاقي اللي هو بيضربه فهم كمان بيروحوا بيضربوا معاهم. لكن في الوقت ده بيجي المساعد بتاع باباه وبيقول له وقف اللي انت بتعمله ده وتعالى معايا دلوقتي. وشله المتنمرين بتروح لسوق
سوهو بس بتلاقي اللي هو مش بيتنفس ان هو مات. فسوك في الوقت دوت بقى بيفوق وبيفضل يعيط وبيقرب منه، لكن المساعد بتاع باباه بياخده وبيمشوا. والمساعد بقى بياخد 2 من شله المتنمرين وبيقول لما البوليس يجوا يسالكوا هتقول اللي هو كان بيتمرن وبعد كده اغمى عليه. وسوهو بقى بيخش المستشفى وسيون بيكون بيدور عليه في كل مكان لكن مش لاقيه. بيروح تاني يوم الامتحان وهو مشوش، وايه بتتصل عليه بعد الامتحان وبتقول له اللي هو في المستشفى دلوقتي، وان سوك هو اللي عمل فيه كده، واهل سوك قالوا ان هم يدفعوا التكاليف بتاعه المستشفى، لكن هو مش بيصحى. سين بيروح له فبيلاقيه اللي هو دخل فعلا في غيبوبه، فبيقرر بقى اللي هو ينتقم منهم كلهم. واول واحد بقى بيروح له هو جون اللي في مدرسته الجديده، وبيروح بقى وبيمسك القلم وبيضربه بيه، وبيقول له بقى قول لي المقاتل دوت فين احسن ما اموتك انت. فبيقول له على مكانه، وبيقول له هو ما كانش معاهم امبارح بس هم بعتوا له فيديو، فبيقول له بقى ابعت لي الفيديو ده، وبيمسكه وبيضربه. وبيشوف بقى الفيديو وبيكون مصدوم ان ازاي ضربوا اصلا صاحبه بالطريقه دي وبالغدر ده. سوك بقى بيكون في العربيه عشان يسافر في الوقت ده، لكن ايه بقى بتروح له وبتقول له انزل من العربيه دلوقتي حالا وتوصل لي بقى ان انا اغفر لك. فبينزل لها فعلا وبيقول لها كل اللي حصل ده بسببك انت، ما كانش في بينا اي حاجه لغايه ما انت ظهرت في حياتي. وبيركب تاني العربيه عشان يروح يمتحن قبل ما يسافر. وبنشوف بقى سيون وهو هناك عند المقاتل عشان يطلع عليه كل اللي حصل، وبيمسكه وبيضربه بنفس الطريقه اللي سوهو علمها له لغايه ما بيقول له ارحمني، وبيقول له ان مش هو السبب في اي حاجه وان سوكو هو اللي امره اللي هو يعمل كده. فبيلم نفسه كده وبيروح المدرسه بقى وقت الامتحان، لكن بيخش عليهم الفصل وبيمسكهم يضربهم هناك. وبيروح بقى علشان يضرب سوك لكن ما بيقدرش، وبيقول له انت عملت كده ليه في سو. فهو بيقول له انت لازم تفهمني وانك اكتر واحد هتبقى عارف انا عملت كده ليه. فهو بيقول له انا عارف انت عملت كده ليه، وبيكون هيضربه لكن مش بيقدر، فهو في النهايه صاحبه يعني. بيخرج بقى من الفصل وهو منهار، وبيكون المدرسين عايزين يروحوا يمسكوه لكن هو بيسيبهم وبيمشي. وسيون بقى بيروح بعديها المستشفى وبيتخيل ان سو صحي لكن بيكون لسه في غيبوبه. وبنعرف بقى ان سوك سافر بره، وان ايه سابتهم بعد ما اعتذرت منهم على كل اللي حصل بسببها، وان هي بتتابع مع الجد احوال سوهو بس هي ما بتكلمش سيون خالص. وان ابو بقى سوك ما وقفش لغايه هنا، وكمان كان عايز يبعته للاحداث لكن بقى ما قدرش يبعته للاحداث فخرجه من المدرسه. وكمان خلى كل المدارس ما تقبلش بيه لغايه بقى ما بيلاقي هو مدرسه بعيده كده وبيروح. لكن بقى المدرسه اللي بيروحها دي بتكون كلها مشاغبين، واول يوم ليه بيبداوا عشان يتنمروا عليه. وبيجي بقى واحد من المتنمرين عشان يعمل عليه نمره لكن ابنها مش هيسكت له. وبيخلص بقى الجزء الاول على كده، وهنشوفه بقى يعمل معاهم ايه في الجزء الثاني من المسلسل.